وفي كل قصة عندي حكمة، والحكمة عند مالين العقول اللي ما خلاو ليا أنا ما نقول. مالين العقول تيقولوا الغدر ما يجي غير من القريب، داكشي علاش خاصك ديما تخليه بعيد، حيك سهمو حاد وفي الغدر شحال تيكون قاد. القصة ديالي اليوم عنوانها ما دير خير ما يطرى باس، تترجع لسنة 2017. الملياردير علي محمد العمودي، هاد السيد كان كيخاف الله، كيبني المساجد وكيعاون الارامل والمساكين، عمرو ما رد شي حد قصدو بيدو خاويه. في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه كان الملياردير علي محمد العمودي من مواليد 1954. خدا البكالوريا ديالو، دخل الجامعه، قرا فيها 3 سنين، من بعد تخرج وخدم في واحد الشركه عالميه معروفه في السعوديه. غادي يخدم في هاد الشركة محاسب. كان علي إنسان عصامي ومكافح، كان من طبقة متوسطة، ولكن الثروة ديالو ولات كتقدر ب200 مليون دولار. الملياردير علي كان ذكي بزاف وعنده داك الحس ديال التوقع للسوق والتجارة. شوية بشوية ولا مدير عام في هذيك الشركة اللي عطى فيها الكثير من جهده ومن خبرته ومن الذكاء ديالو. في سنة 1980 غادي يقرر يستقل من هذيك الشركة ويفتح شركة مقاولات خاصة به. وما شاء الله في خلال 3 سنين قدر يخلق واحد الاسم قوي للشركة ديالو، بقى ماشي على نفس الاجتهاد وعلى نفس الكفاح. وفي عمر 39 عام الملياردير علي غادي يجمع أول مليار ديالو، دار بلاصتو وسط رجال الأعمال، وكان مجتهد بزاف ما شاء الله عليه، كيخدم حتى 16 ساعة في النهار. سنة 1988 غادي يتزوج. مقارنة مع الناس السعوديين هو متزوج متأخر لأنه انشغل ببناء هذيك الثروة ديالته، فباش يتزوج في العمر ديال 34 سنة فهو شوية متأخر في العمر. المهم غادي يتزوج سنة 1988 وغادي يسكن في أفخم أحياء مدينة جدة. رزقوا الله من الوليدات 2، بنية ووليد. البنت من مواليد 1990 والولد من مواليد 1994. سنة 1996 غادي تفتح ليه الدنيا إيديها على مصراعيها، ملي مصر فتحت مناقصة للمنعشين العقاريين الخليجيين باش يستثمروا في مدينة الغردقة. وكيف ما تنعرفوا مدينة الغردقة هي مدينة سياحية ساحلية. غادي ترسل مناقصة على علي، ولا الشغل ديالو من جدة لمصر ومن مصر لجدة. وغالبا الفلوس كتطير الدين، ولكن السي علي لا، كان واحد الإنسان كيخاف الله، دير ديما الله في حسابه، تيتقي فيه الله في كل شيء، في الصغيرة قبل الكبيرة. مشى في الخدمة ديالو حتى لسنة 99، فتح واحد الفندق ديالو 5 نجوم، ذبح الذبايح ووكل الفقراء والمساكين وعيط للناس الفقهاء والمتدينين باش يتبرك داك المكان بآيات من الذكر الحكيم. ومن بين هذوك القراء ديال القرآن اللي جاو معروضين، جا معهم واحد السيد فقيه كيخاف الله وكيمتهن الرقية الشرعية، وكانت سميتو مرسي. كان عمره في ذاك الوقت 34 سنة. وحيك السي علي كيحترم رجال الدين، ظهر منه واحد الاحترام كبير لهذا السيد مرسي، ومن هنا بدات العلاقة تتبنى بيناتهم. الراقي مرسي كان إنسان متمكن من الدين ديالو وقارئ صوته عذب. كان السعودي علي كيتكلف بكل المصاريف اللي كتخص مرسي، من تذاكر وفياز وإقامة. شوية بشوية ولا ذاك الراقي مرسي هو اللي كيتكلف بالطقوس الدينية وبالقراءات القرآنية لأي مشروع كيفتتحوا الملياردير السعودي. المهم الخير ديال علي بان على ديك الأسرة الصغيرة ديال الراقي مرسي. الكل ولا كيجي يدير العمرة على نفقة علي، كرا ليهم واحد الدار تيخلص ليها الماء والضوء في مدينة جدة، ولاو شبه مستقرين بين مصر وبين السعودية. كبرات نورة بنت علي وخدت البكالوريا ديالها ومشات تكمل قرايتها في أمريكا، فكانت ديما الأم ديالها والأخ ديالها كيمشيو عندها بشكل دوري، تيمشيو عندها من جهة باش يطمنوا على بنتهم حيك هي بنته في الغربة،
ومن جهة الخير موجود، ما غادي توقفهم لا تيكات وما غادي توقفهم لا فيزا. الراقي مرسي ولا شبه مستقر في السعودية. الملياردير علي كان سخي معاه بزاف لدرجة أنه شرى ليه دار في مصر وبالضبط في بورسعيد، لأنه هو تينحدر من هذه المدينة. بقات العلاقة زوينة بين السي علي وبين الشيخ مرسي، والخير بان مزيان كما قلنا على مرسي، ومشات بهم ليام هكا حتى لسنة 2016. مرات الملياردير علي والابن ديالها غادي يسافروا لأمريكا عند البنت ديالهم كالعادة، والسي علي ما مشاش معاهم، غادي يبقى في القصر ديالو. كان عيان شوية بسبب انهيار داك البورصة اللي كانت في 2016، واللي فعلا أثرت على الثروة ديال علي، تقريبا أثرت على 25% من الثروة ديالته. وحيك كان دارج مجموعة ديال الشركات ديالو في البورصة، فغادي يكون التأثير شوية قوي عليه. غادي يبقى الراقي جنبه، حيك الصحة ديال السي علي تأثرت شوية بهاد المشاكل الاقتصادية. غادي يولي جالس معاه في القصر. هاد القعدة غادي تخلي الراقي يبدا يعرف بزاف ديال الحوايج، والملياردير غادي يبدا يبوح ليه بشي مسيلات خاصة، خصوصا في الأمور المادية. وفي يوم 26 من شهر 1 2017 بدات الصحة ديال السي علي تتحسن شوية بشوية، وكان جالس هو الراقي في الصالون. قال ليه السي مرسي، قال ليه نعم، قال لي قوم نوض اجي معايا المكتب، عندي شي مسيلات بغيت نكملهم معاك، فاجي معايا الله يستر عليك. ناضوا مشاو بجوج بيهم للمكتب، طبعا المكتب اللي موجود في القصر. مشاو بجوج بيهم للمكتب ديالو. الفكرة ديالته انه بغى يخرج واحد الصدقة تعالج ديك الخسارة المادية اللي واجهها في 2016، وفي نفس الوقت تعالج المرض اللي تيعاني منه بسبب هذيك الخسارة. دخل معاه الراقي مرسي للمكتب، جلسوا، وهو ينوض عالي مشى للخزنة ديالو اللي تتحل غير بالأرقام. ملي حل الخزنة جبد منها 15,000 دولار، يعني ما يعادل 10 مليون مغربية. مرسي ملي شاف هذاك المبلغ بدا كيتناقش هو والشيطان ديالو. أعطى الملياردير داك المبلغ للراقي باش يديه يفرقوا على الفقراء في مصر. الراقي شد الفلوس، وعالي ناض رجع باش يسد الخزنة ديالو. هنا غادي يتبعو مرسي وغادي يخنقو وغادي يغلب عليه، حيت هو كان صغر منه في العمر وكان صحيح عليه، وخصوصا ان السي علي كان مريض في هذيك الفترة. بقى خانقو حتى تأكد بأنه مات. هز المبلغ ديال الفلوس اللي ديجا عطيه ليه السيد، وهز شي سوايع غاليين هما اللي لقى في هذيك الخزنة اللي كانت محلولة، وهو خرج من القصر وشد الطاكسي ومشى في حالاته. المساعدة المنزلية عارفة باللي علي والراقي كاينين مع بعضياتهم، وجدات العشاء ومشات باش تعيط ليهم. غادي تدق الباب ديال المكتب، ما غادي يجاوبها حتى شي واحد. ملي دفعت الباب غادي تلقى السي علي على الارض جثة هامدة. مشات اتصلت على الشرطة على وجه السرعة اللي غادي يجيو في الحال، حيت السي علي كان شخصية معروفة في البلاد. ملي غادي يسولوا المساعدة المنزلية غادي تقول لهم راه كان معاه واحد السيد راقي من مصر، وهو اللي كان مقيم معاه في القصر هاد الايامات ديال المرض ديالو. ولكن ملي جبت لهم القهوة في الصالون قال لي السي علي جيبيها لينا في المكتب. انا ديت لهم 2 قهيوات للمكتب، وملي وجدت العشاء مشيت باش نعيط عليهم يجيو يتعشاو. حليت الباب ديال المكتب لقيت السي علي طايح في الارض، والباقي راكم عارفينه. الناس ديال الامن بداو كيفرغوا الكاميرات اللي كاينه في القصر، وفعلا تعرفوا على وجه ديال الراقي، وبمساعده ديال الكاميرات ديال الجيران قدروا يتعرفوا على الارقام ديال الطاكسي اللي هز الراقي من باب القصر. توصلوا لمول الطاكسي، وملي سولوه عرفوا انه حطوا في الدار اللي كان كاري ليه السي علي، وكان كينزل فيها هو والاسره ديالته ملي كيجي من مصر. اما هاد المره فراه كان نازل في القصر ديال السي علي. بعد ما البوليس دقوا الباب وما لقاو حتى شي واحد يحل لهم الباب، جابوا اذن ديال النيابه بفتح ديك الدار. دخلوا لقاو الدنيا مقلوبه في الدار، الحوايج في الارض، الشي كتوبه في الارض، كلشي مقلوب. فهموا بلا الراقي جا هز شي حاجه بالزربه ومشى في حالاته. عرفوا بلا هز الباسبور و100% غادي يكون دابا
يا في المطار يا غادي للمطار باش يهرب من العقاب ديال الجريمة اللي اقترف. التكهن والتوقع كان في محله. داروا حواجز أمنية في الدخلة ديال المطار وفعلا شدوه وتم القبض عليه في الباب ديال المطار ومعاه الفلوس والساعات. فعلا جريمة بشعة تتعدم الثقة في البشر، كتخلي الإنسان يولي يشك في حوايجه وياخد الحذر من كاع الناس اللي محيطين به. حكموا عليه بالإعدام، ولكن واش هاد الحكم غادي يرجع هداك السيد اللي عنده أيادي بيضاء في كل مجال؟ بزاف ديال البيوت تقفلوا وبزاف ديال الناس رجعت الحالة ديالهم مزرية بسبب غياب هاد السيد، الله يرحمه والله يجازيه بخير. هنا كتسالي القصة ديالي، نشوفكم في قصة أخرى.